تخصيصا لجرائم تكنولوجيا المعلومات والتوثيق. حضرتك هتتوجهي هناك بشخصك أو بوكالة خاصة لعمل المحضر ضد الشخص اللي بيبتزك. هناك السادة الضباط هيقوموا مع حضرتك بالواجب وهيبدأوا يفتحوا الأكاونت بتاعك أو يفتحوا رقم تليفونك الخاص بالواتساب اللي تمت عليه طلب المبالغ المالية. هيبدأوا يحرروا لحضرتك المحضر اللي بدوره هياخد رقم أحوال وهيتوجه إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها حول الواقعة، والنيابة العامة هتحولها إن شاء الله بإذن الله للمحكمة الاقتصادية. طبعا في الحاجات دي لازم يكون مع حضرتك المحامي لأن هو أدرى بالإجراءات وبالقانون. وقبل ما نعمل ده كله اوعي تصدقي حد، جسمك مش سلعة للبيع. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.